قناة المهاجر، إعلام لا حكومة له. هسبريس على مدار الساعة. سيدي الرئيس، في الأسابيع الأخيرة رأينا كيف أن موضوع الصحراء الغربية قد استأثر باهتمام الصحافة عبر العالم، لكن للأسف الشديد هذه التغطية لم تكن محايدة، بل وفي كثير من الأحيان كانت هناك محاولات لتحريف الحقائق. أعتقد أنه من الضروري أن نتذكر التاريخ وألا ننسى أنه بينما كانت الصحراء تحت الحكم الإسباني فإن المغرب هو الوحيد الذي كان يطالب بها. المملكة المغربية طالبت مرارا بالصحراء وطلبت بإنهاء النظام الاستعماري الإسباني، وفقط عندما بدأ المغرب في تحقيق بعض المكاسب في هذا الملف على عهد الملك الحسن الثاني في السبعينيات، عند ذلك برز البوليساريو للوجود، ومنذ ذلك الحين وإلى اليوم وهو ممول من قبل الجزائر وموجه من قبل نظام كاسترو الشيوعي الدكتاتوري في كوبا. لماذا من المهم فهم كل هذا؟ لأنه في المغرب كحليف هام لنا في شمال إفريقيا في الحرب ضد الإرهاب الدولي، موضوع الصحراء هو موضوع مصيري، وحقيقة السيادة المغربية على الصحراء تحظى بإجماع كل الشعب المغربي بما في ذلك سكان الصحراء أنفسهم. وبعبارة أخرى فإن موضوع الصحراء هو المغذي الرئيس للاستقرار في هذا البلد الاستراتيجي بشمال إفريقيا والصديق والحليف. إن الملك محمد السادس وفريقه المفاوض قد أظهروا شجاعة وصبرا كبيرين في التعامل مع هذا الملف الحساس المرتبط بشدة بأمن كل المنطقة. دعنا نرى كيف أن خلق دويلة ميكروسكوبية سوف يؤدي إلى سيطرة نظام كوبا عليها وتوجيهها، ويجب ألا ننسى بأن خلق هذه الدويلة سوف يشكل نواة لعدم الاستقرار وزعزعة الأمن بالإضافة إلى تصدير الإرهاب. منذ أكثر من عقد من الزمن سيد الرئيس، المغرب وافق على منح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية، وذلك برغبة الوصول إلى حل منطقي ونهائي لهذا المشكل. لكن الجزائر وما يسمى بالبوليساريو لا تزالا تشددان على ضرورة افتعال دويلة صغيرة ميكروسكوبية. إن الأغلبية في هذا الكونغرس من جمهوريين وديمقراطيين قد وافقوا على ضرورة مساندة صديقنا وحليفنا المغرب في هذا الموضوع الحساس عبر رسائل وجهناها للرئيس بوش أولا ثم الرئيس أوباما. إن الولايات المتحدة وخلال كلا الإدارتين وبالقيادة القوية لكل من كونداليسا رايس وهيلاري كلينتون قد اتفقتا على مواقف الأغلبية العظمى في هذا المجلس. إن مستقبل كفاح الولايات المتحدة ضد الإرهاب الدولي والاستقرار في شمال إفريقيا يتطلب أن يستمر مجلس الكونغرس في دعم صراحة وبكل قوة صديقنا وحليفنا المملكة المغربية. Kingdom of Morocco. I yield back. قناة المهاجر، إعلام لا حكومة له. هسبريس على مدار الساعة.